ركز معايا، لو قدرت تجاوب على الأسئلة دي هديك 45,000 جنيه. تقدر تقولي إيه الفرق بين الDNA والRNA؟ وتقدر تشرح لي إيه هو الPCR؟ طيب لو عرفت تجاوب على السؤالين دول هتقدر تشرح لي يعني إيه لاك أوبيرون؟ الحقيقة لو انت عارف إجابة واحدة منهم أو حتى تعرف معلومات تانية في المجالات العلمية المختلفة وتقدر تشرحها بشكل ترفيهي وممتع، فبالتالي دي فرصتك علشان تشارك في مسابقة ما وراء الكون لتبسيط العلوم، واللي جوائزها بتوصل ل 45,000 جنيه. سواء بتدرس بايوتكنولوجي أو طب أو أيا كان، فلو الفيديو ده وصل لك فغالبا عشان انت مهتم بعلوم الأحياء والتكنولوجيا الحيوية. بس ليه تخلي الشغف ده مقتصر على نفسك بس؟ شارك معانا دلوقتي وورينا قدرتك على شرح معلومة علمية في المجال بتاعك علشان تقدر تنشر العلم لناس أكتر. المسابقة دي هتخليك تستغل فترة دراستك في تطوير مهاراتك البحثية وقدرتك على صياغتها بشكل مبسط. ده غير انك لو اتأهلت للمرحلة الأخيرة فهتقدم عرض علمي قدام الجمهور، وده هيدربك على مهارة الإلقاء وانك تكسر حاجز التحدث قدام الجمهور، واللي من أهم السكيلز اللي ممكن أي طالب يكتسب. المسابقة متقسمة ل3 مراحل. أول مرحلة هي الريلز أو الفيديوهات القصيرة، وده بإنك تعمل فيديو لا يتعدى دقيقة بتشرح فيه كم معلومة علمية بشكل سريع ومبسط. واللي بيتأهل من المرحلة الأولى بقى بيدخل في تاني مرحلة وهي الفيديوهات الطويلة، والمطلوب إنك تعمل فيديو بيشرح موضوع علمي بشكل مبسط في مدة لا تتعدى 3 دقايق. والمرحلة النهائية أخيرا المتأهلين ليها هيعملوا عرض قدام الجمهور، وده بيبقى في الإيفنت النهائي زي اللي كان في مدينة زويل السنة اللي فاتت. والتقديم بشكل أساسي متاح لطلبة الجامعات في مختلف المجالات وكمان طلاب سنة، وكمان في تراك منفصل للأطفال للي أقل من المرحلة دي. انت كمان تقدر تشارك لوحدك أو بفريق متكون من 4 أفراد بحد أقصى، وممكن تكلم أصحابك وتقدموا دلوقتي قبل ديدلاين الجولة الأولى الخاص بالمرحلة الأولى واللي هيكون يوم 20 أكتوبر. اللينك هيكون موجود في الديسكريبشن أو أول كومنت. في النهاية ما تنساش تتابعنا عشان يوصلك كل جديد.